السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اوقات كتير كده تدخلي المطبخ تبقي مش عارفة تعملي ايه، خاصة لما يكون كل اللي موجودين مقررين مش عايزين طبيخ ولا عايزين رز. فبصراحة دخلت المطبخ كده وقررت ان انا اعمل لهم جنب صينية الرقاق طاجن اللحمة الحلو ده اللي هي كباب حلة كده، واعمل لهم كمان الدبابيس المشوية اللي قدامنا دي. ودي كانت من نفس تتبيلة الفراخ الكنتاكي اللي كنت عاملاها معاكم، بنفس التتبيلة. طبعا انا كنت عاملة كمية فخدت منها، عملت منها الصينية المشوية، وعملت في يوم تاني الدبابيس الكنتاكي، وكمان خدت منها كام دبوس تانيين عملتهم في صينية بطاطس في يوم تالت. يعني مشيت نفسي بيها 3 مرات، يعني 3 اكلات. تمام. هنا بقى كان معايا كمان لحمة تانية وسلقتها، عملتها شوربة علشان اخد منها الشوربة علشان اعمل منها صينية الرقاق. انا بالنسبة لي صينية الرقاق بصراحة بحبها جنبها شوية شوربة كده، او حتة لحمة حتة فراخ، اي حاجة. لكن مش بحب جنبها طبيخ، بعملها جنب الطبيخ احيانا كتير. بس هي يعني حلاوتها بصراحة صينية الرقاق مع مج شوربة كده وحتة لحمة وشكرا، بيبقى حلو جدا. في ناس كتير كده، انا مامتي برضو بتحبها بنفس الطريقة كده، الرقاق مع شوية شوربة وتمام كده. لكن الناس بقى اللي بتحب جنبها طبيخ عادي بنعمل طبيخ. يلا بينا بقى نحضر كده. ومعانا هنا 2 كيلو من اللحمة. اول كيلو هسلقه علشان اخد منه الشوربة زي ما قلت لكم نعمل الرقاق، والكيلو التاني هعمله كباب حلة لان زي ما قلت لكم هم ما كانوش عايزين طبيخ. فانا قلت اعمل لهم حاجة تتغمس برضو علشان هم برضو ما كانوش عايزين الرز ولا الطبيخ ولا الحاجات دي، عايزين ياكلوا كده ايه، يغمسوا بالعيش مع جنب برضو الرقاق، ياكلوا الرقاق كده قطعة بقطعتها. نزلت بقى هنا كده باللحمة بتاعتي في قطعة زبدة. اول ما سخنت معايا نزلت باللحمة. واللحمة يا جماعة انا شطفتها. هتقولي لي لحمة بلدي ولسه طازة ومدبوحة وكلام، لا برضو بشطفها. ما عنديش استعداد ان انا اكل اللحمة وهي لسه جاية من عند الجزار من غير ما تشطف. هتقولي الفوايد ومش الفوايد، والله يا جماعة الفوايد عند ربنا يعني ربنا هيفيدنا اكيد يعني ان شاء الله. لكن انا اعملها كده واكلها من غير ما تتشطف ما اقدرش. بس نزلت باللحمة ونزلت بنص البصلاية، معايا بصلاية كده خدت نصها نزلت بيه كده يتشوح مع اللحمة، والنص التاني بخرطه بعد ما بشيل الريق. نزلت بقى برشة حبهان مطحون، وده بيكون احسن من الحبهان الحب، لان في ناس كتير ما بتخرجوش في الشوربة، ساعات بيطلع كده معاهم غلطة فيتضايقوا. اللي بياكل بيبقى متضايق من وجود الحبهان لو ظهر له في الاكل او حاجة، فاستخدمي الحبهان المطحون حلو جدا. وحطيت ورق لورا ورشة فلفل اسود وسبتها تتشوح وتجيب ميتها. انا هنا معايا مكعبات اللحمة بقى التانية، قطعتها مكعبات كده كباب حلة. انا قطعتها التقطيعة دي وهسيبها برضو تتشوح. وهنا اللحمة بتاعتنا بوريها لكم جابت ميتها، وعايزاها بقى تشرب ميتها دي خالص علشان نحط لها المية. والمية اللي ننزل بيها عليها تكون مية سخنة، ما ينفعش ننزل بمية من الحنفية. برضو هنا حطيت معلقة من الزبدة ونزلت عليها بمكعبات اللحمة كباب الحلة اللي انا مقطعاها دي، وحطيت رشة حبهان. هشوح بقى اللحمة بتاعتي كده لحد ما ايه تتشوح معانا. وهنا بقى نزلت بعد ما اللحمة خلاص شربت ميتها بالمية سخنة من الكتل. معايا 4 بصلات هضربهم في الكبة وهنزل عليهم على كباب الحلة كده، مش هقطعهم جوليان ولا حاجة، لا هضربهم بالكبة، انا عايزة كل حاجة ناعم كده. وهنا هشيل الريم، وبعد ما اشيل الريم هخرط بقية نص البصلاية اللي انا كنت واخدة نصها، وادعكها بشوية فلفل اسود وانزل بيها. والملح بحطه في اخر التسوية خالص، يعني بعد ما تستوي اللحمة اضيف الملح بتاعي كده. تمام بقى. وهنا معانا 3 طماطميات و3 فصوص كبار من الثوم وقرن فلفل احمر، وحطيت شوية جوز الطيب، شوية حبهان برضو مطحون، شوية فلفل اسود و7 بهارات. وضفت كمان شوية فلفل اسود زي ما قلت لكم. ضربت كل الكلام ده مع بعض ونزلت بيه على اللحمة المكعبات اللي انا مقطعاها وكنت حاطة فيها البصل. نزلت بقى كده وهسيبهم بقى ياخدوا ويدوا كده مع بعض. انا هنا سايباهم بقى يستووا، هغطي عليهم وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. وهنا اللحمه بتاعتنا خرجنا منها الريم خالص وضفنا لها كل اضافاتها، ما فيهاش اي حاجه في الاخر، بس هنضيف لها الملح. هنا بقى طاجن اللي هو كباب الحله ده او صينيه كباب الحله دخلت خلاص في 3/4 سوا. ضفت لها مغرفه شوربه ودخلتها الفرن بقى ايه تاخد ريحه الفرن كده.
يلا نعمل مع بعض العصاج. معايا بقى معلقة كبيرة من السمنة، ونزلت عليها بكيلو من اللحمة المفرومة. انا هاخد نصه هعمله للرقاق، والنص التاني عملت منه صينية مكرونة بالبشاميل ونزلتها لكم في فيديو لوحده. تمام، يعني صينية الرقاق اللي انتوا شفتوها قدامكم دي تحتاج بس نص كيلو من اللحمة المفرومة. ونزلت عليها كده بأربع بصلات ضرباهم في الكبة، وطماطميتين ضرباهم بيوريه كده من غير مية خالص. حطيت شوية فلفل اسود، شوية جوز الطيب، شوية حبهان مطحون، وقلبت وهضيف الملح طبعا بتاعي ومكعب من المرق، واظبط الكلام واحط نص كوباية مية علشان البصلة تستوي واللحمة كمان تستوي. هغطي عليها بقى واسيبها تستوي كده. وهنا خلاص كانت استوت، ونقلتها في طاسة تانية لاني كنت محتاجة لوك هعمل فيه حاجة تانية. تمام كده، ويلا بينا بقى نعمل مع بعض الرقاق. هنا بقى ضفت شوربة حوالي 3 مجات من الشوربة، وحطيت عليهم مج من اللبن. اللبن بيدي طعم حلو قوي للرقاق يا جماعة، ولو مش موجود خلاص استخدمي الشوربة بس. دهنت الصينية بتاعتي سمنة كده. والرقاق يا جماعة مش محتاج ان انا اشرح لكم كتير. بنعد ورق الرقاق بتاعنا، لو هما 12 ورق انا كان معايا 12 ورقة رقاق. الكيلو 12 ورقة، هاخد منه 6 فوق و6 تحت، يعني 6 ورقات تحت في قاع الصينية، وبعد كده بضيف اللحمة، وبعد كده احط 6 ورقات فوق الوش. تمام كده. معايا بقى هنا الشوربة بتاعتي انا ضايفة فيها السمنة وكل حاجة. حاطة فيها كده 3 معالق كده حلوين محترمين من الزبدة، والشوربة 3 مجات من الشوربة ومج من اللبن. وبعد ما خدت 6 ورقات من الرقاق، ضفت بقى اللحمه المفرومه بتاعتي. انا بصراحه مش بدهن زبده بين كل رق ورق علشان ما يبقاش دسم كده، وتبقي وانتي بتاكلي كده بيلز معاكي من السمنه. لا، انا بحط السمنه بتاعتي في الشوربه زي ما انتوا شفتوا. وهنا بقى حطيت ال6 ورقات التانيين وهقطعه. بعد ما بقطعه بضيف له كوبايه من الشوربه، وبصوا على الوش كده، شايفين انا بمسكتها بايدي. حطيت معلقه كده كبيره من السمنه البلدي علشان تدي طعم حلو. يلا بينا بقى نعمل مع بعض تتبيله الفراخ المشويه. معايا علبه لبن رايب، ازازه لبن رايب. معايا نص معلقه توم بودره، نص معلقه بصل بودره، نص معلقه كركم، نص معلقه كاري، نص معلقه توابل مشكله، ربع معلقه حبهان مطحون، ربع معلقه جوز الطيب، ربع معلقه زعتر، فلفل اسود، نص معلقه توابل فراخ، نص معلقه بابريكا. تمام كده. كل التوابل دي وهنتبل بيها، ومكعبين من المرق. ودي كانت نفس تتبيله الفراخ الكنتاكي اللي الفيديو برضو نزلته لكم، وهحطه لكم في شاشه النهايه، وهحطه لكم في صندوق الوصف، هو فيديو المكرونه بالبشاميل. نزلت بقى بازازه اللبن الرايب، ودي حوالي 450 جرام، يعني نقول 500 جرام كده مثلا، ونص كيلو يعني. ونزلت بمكعبين المرق، ومكعبين المرق مش اختياري يا جماعه المره دي، زي ما بقول لكم دايما ده اختياري، لا دول اجباري، لان دول بيدوا طعم حلو قوي للتتبيله ديت. ونزلت بكل التوابل اللي قلنا عليها، وظبطت الملح بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. دول الملح بقى بتاعي، ونظبط الدنيا. وهضيف هنا كل الدبابيس بتاعتي. انا هنا ضفت الدبابيس كلها، كنت واخده منها 4 بس، حطيتهم في صينيه بطاطس وعملتهم لوحدهم. شايفين بقى التتبيله دي كده، دي نفس التتبيله بتاعت دبابيس الكنتاكي يا جماعه اللي انا نزلتها لكم. هي بس انا خدت منها، عملت منها الدبابيس الكنتاكي، والباقي عملته تاني يوم في صينيه الشوي اللي انتوا شفتوها في الفيديو هنا، وانا في بدايه الفيديو. سبتهم بقى كده ليله كامله، وتاني يوم اشتغلت فيهم بقى. ويلا بينا بقى كده نشوف الصينيه مع بعض كده. احنا كل اللي عملناه ان احنا خدنا من التتبيله دي كوبايه، انا قفلتها ودخلتها التلاجة علشان طبعا ايه ما تطلعش اي ريحة في التلاجة او تاخد اي ريحة من التلاجة. تمام كده. اي حاجة بقى هتتبليها لازم تغطيها، ما عندكيش حاجة بغطا يبقى بلاستيك راب او اي حاجة كده تغطيها وتدخليها. تاني يوم خدت كوباية من التتبيلة، وحطيت الدبابيس كده، وحطيت رشة زعتر على الوش. خدتها على البوتاجاز غلوتين، وبعد كده دخلتها الفرن. كملت سواها وطلعت قدامكم بالفيديو في بداية الفيديو بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. والله لا ولعت لها شواية، ولا اصلا الشواية بتاعت الفرن بتاعي شغالة، يعني اقسم بالله شواية الفرن بتاعي بايظة. ده كده كانت شكلها وهي طالعة من الفرن بس، يعني الفرن من تحت طلعها بالشكل ده، لان طبعا الفرن لما بيكون حلو بيطلع الحاجه كده شكلها زي ما انت شايف. معايا اللحمه بقى، بصوا طالعه تحفه ومستويه ازاي بمجرد ما بتضغطي عليها بالمعلقه.
الطاجن ده كان تحفة بجد يا جماعة. انا كنت بصراحة حابة ان هو لما يكمل 3/4 سوا احطه في طاجن فخار، بس بصراحة مش عندي. كان عندي والله طواجن فخار كتير واتكسرت مني. بصوا بقى شكل الدبابيس الفراخ طالعة تحفة وكانت جميلة بجد، والتتبيلة كانت تحفة. شايفين؟ تقدري تعملي نفس التتبيلة دي في فرخة كاملة، تقدري تعمليها في صدور، تقدري تعمليها في وراك، زي ما تحبي خالص. هي التتبيلة دي جميلة بصراحة جدا جدا. وده الرقاق بتاعنا كان طالع مورق وجميل. كنت عايزة اقطعه لكم بس والله نسيت، لان بيبقى اللقطة الاخيرة دي كله قاعد مستني عايز ياكل، متربصين. هنا معانا بقى الشوربة، شايفين طالعة كده، طالما شلت الريم بتطلع لونها فاتح كده وجميل، وبتطلع طعمها حلو كده وبتبقى مظبوطة. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو اول مرة تشوفيني فعلي الجرس علشان يوصلك اي حاجة جديدة انا بنزلها. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.